بعام 2075 بترتفع درجة الحرارة بشكل كبير كتير، والشمس بتقرب من الأرض وبتشكل خطر كبير على العالم، وما بيعود أي حدا بيحسن يطلع بقلب النهار. ومخزون المياه بيتلاشى وما بيبقى غير بعض الناجين يلي بيكونوا لابسين أقنعة وألبسة لحتى يحموا حالهم من أشعة الشمس. بيبدأ الفيلم مع ماري وأختها الصغيرة ليوني وصديقة فيليب يلي بيكونوا مسافرين بالصحراء بسيارة قديمة ومغطينا بمجموعة من الأوراق والجرايد ليحموا حالهم، وبيكونوا عم يحاولوا يدوروا على وقود وأكل ومياه لحتى يبقوا على قيد الحياة. وبيكونوا حذرين كتير من الناجين يلي بقيوا لأنه أي غلطة ممكن تكلفهم حياتهم. وبيوم بيصلوا على محطة وقود مهجورة، وفيليب يلي بيكون قائد المجموعة بيروح لحتى يجيب وقود من المحطة، وبتفوت ماري وأختها لقلب المحطة لحتى يدوروا على مي وأكل، وبينتبهوا إنه في شوية مي بأنابيب المرحاض. ولما بيكون فيليب عم يدور على وقود بيجي واحد وبيسرق الأكل والمي اللي معهم بالسيارة. ماري بتنتبه له وبتنادي لفيليب، وبصيروا يلحقوه بس بيكون أخذ كل شي وهرب، فبيعصب فيليب كتير. وبترجع ماري على المحطة لحتى تشوف أختها وما بتعود بتلاقيها، وبتصير تنادي بس بدون فائدة. بعد شوي بتطلع على المراية وبتنتبه إنه الحرامي ماسك أختها. بتروح لعنده فبيطلب منها إنه تترك العصاية اللي بإيدها وإلا رح يقتل أختها. وفجأة بيجي فيليب من وراه وبيضربه وبوقعوا على الأرض، وبعدين بيقرروا إنهم يتركوه. وبيعرفهم على حاله وبيكون اسمه توم، وبيكون بيشتغل ميكانيكي، وبيكون صفيان معه شوية وقود. وبحذر فيليب بأنه من المستحيل إنه يقطعوا مسافة كبيرة بالسيارة يلي معهم لأنها ما لها مخصصة لتتحمل درجات حرارة عالية. وبيعرض عليه إنه هو بيعرف طريقة لحتى يخليها تتحمل حرارة أكتر مقابل علبة طعام وشوية مي. فبيوافق فيليب وبيعطيه أكل ومي وبيقرر ياخده معهم. بس ماري وأختها ما بيكونوا مرتاحين للفكرة، بس فيليب بيقنعهم إنه يكونوا رجلين أحسن من واحد. وبعدها بينطلقوا وبيمشوا بطريق وعر باتجاه الجبال، وفجأة بيوقفوا السيارة وبيكون الطريق مسكر بعمود كهرباء كبير، وبينزلوا لحتى يحاولوا يزيحوه بس ما بيقدروا. ولحسن الحظ بيكون معهم حبل فبيربطوا العمود بالسيارة وبيقدروا يبعدوه. وبينتبهوا لسيارة مكسرة واقفة بالوادي، فبيقرر توم وفيليب إنه ينزلوا لعندها على أمل يلاقوا وقود وأكل. وبينزلوا على السيارة وبيعرفوا إنه السيارة بتكون لزوجين فرنسيين وبيلاقوا فيها وقود وأكل ومي، فبيحكوا مع ماري على لاسلكي لحتى تجيب لهم أناني يعبوا فيها الوقود. وبتكون ماري ما لها حابة تترك أختها مرة تانية لحالها، بس بتقلها ليوني إنه تنزل وهي حتضل بالسيارة وتقفل على حالها. وبعد ما تنزل لعندهم بيسمعوا صوت ليوني عم تصرخ وبيعرفوا إنه هذا كان فخ، فبيطلعوا فوراً باتجاه السيارة. بس ماري بتصحى وبتوقع وبتغيب عن الوعي، ولما بتصحى بتكون لحالها بالغابة. وفجأة بيجي توم لعنده وبيقرروا يمشوا سوا لعند فيليب، وبيقلها إنه وصلوا متأخرين وانسرقت السيارة وخطفوا ليوني. فبتحاول تقنعهم إنه يروحوا لحتى ينقذوا أختها، بس فيليب ما بيكون بده يخاطر بهذا الشيء وبيكون بده يكملوا طريقهم للجبال. وهن عم يحكوا بشوف توم دخان طالع من بعيد وبيخبرهم بهالشي، فبيقرروا يمشوا باتجاه الدخان، وبيكتشفوا إنه نتيجة نار شعلة بقلب معسكر لناجين آخرين. وبيشوفوا ليوني وعالم تانيين مخطوفين ومكلبشين بالجنازير، فبيتفاجئوا كتير. بس توم بيكون في عنده خطة إنه يرمي زجاجة نار ويلهيهم، وتنزل ماري تاخد السيارة وهو وفيليب بينقذوا ليوني. فبتوافق ماري وبتتسلل لقلب السيارة، ولما بتجي لتشغلها بيحس واحد من الخاطفين عليها. بهذا الوقت بيرمي توم زجاجة النار، فبيركضوا الخاطفين وبيخافوا. وبتشغل ماري السيارة وبتستنى فيليب وتوم ليجوا، بس فيليب بيخاف وبيقرر يطلع عن الخطة، فبيترك توم لحاله وبيركض على السيارة وبيقول لماري تمشي، وبيكذب عليها وبيقولها ما قدروا يحرروا قيود ليوني. وهن عم يهربوا بتكون رجل فيليب مصابة لما كان عم يتعارك مع أحد الخاطفين، وبصير يقنع ماري إنه مستحيل يحرروا أختها، بس هي بترفض وبتقوله ما رح تتركها. ولما بيصلوا على مكان آمن تكتشف ماري إنه فيليب ما رح أساساً ليساعد أختها، وبتقرر إنه تروح لحالها لحتى تنقذ ليوني. وبعد ما تمشي شوي تصل على نفق وبتلاقي شنطاية ليوني، وفجأة بتشوف خيال شخص جاي باتجاهها وبيكون فيليب يلي بيعتذر منها وبيوعدها إنه رح يرجعوا أختها. بس المشكلة إنه بيكون مصاب إصابة شديدة، فبتقله ماري إنه يبقى بالنفق وهي حترجع تساعده. وبتروح ماري تحت أشعة الشمس لحتى تدور على أختها، وبسبب الحرارة العالية بتفوت على كنيسة مهجورة لحتى ترتاح شوي وبتنام. بعد عدة ساعات بتجي عجوز اسمها إليزابيث وبتصحيها وبتعطيها مي لحتى تشرب، وبتحكي لها ماري يلي صار معه وكيف أختها انخطفت. بس بتقلها إليزابيث إنه ما بتعرف أي شيء عن هدول الخاطفين، وبتوعدها إنه تساعدها. وبتقلها تجي معها قبل على مزرعتها ويرتاحوا شوي، وبيكون عندها بالمزرعة بركة مي وفيها شوية سمك عم يتغذوا عليهم. وبيصلوا على البيت وبتاخدها لماري على غرفة وبتقلها ترتاح فيها، وماري من تعبها بتنام فوراً. وبتصحى وبتلاقي حالها محبوسة بالغرفة، ولما بتطلع من فتحة الغرفة بتشوفهم ماسكين فيليب وعم يحبسوه بالحظيرة. هون بتعرف إنه وقعت بفخ تاني من قبل هي العيلة. وفجأة بتفتح إليزابيث الباب عليها
وبتقلها إنه رح يذبحوا فيليب وياكلوه، وهي وأختها رح تزوجهم لأولادها وبتعطيها فستان أزرق مشان تلبسه وبتمشي. وبتصير ماري تدور على طريقة لتهرب فيها، وفجأة بينفتح الباب مرة تانية وبتكون ليوني، فبيفرح هو بيعانقوا بعض وبتوعدها ماري إنه رح يطلعوا من هالمكان، وبصيروا يعملوا حبل من أواعيهم لحتى يقدروا ينزلوا من الشباك. بس لسوء الحظ بيندق الباب مرة تانية، وبتقول ماري لأختها إنه تعمل حالة نايمة، وبيفتح الباب ميشا ابنها لإليزابيث وبيقلها إنه بده يطيب جروح ليوني. بس لما بيقرب من الشباك بتضربه ماري بخشبة، فبيعصب ميشا وبيرميها على الأرض، فبتضربه ليوني على راسه وبيغيب عن الوعي، فبيركضوا فوراً لحتى يهربوا من الشباك. وبتقول ماري لليوني إنه تنزل أول وتروح فوراً على الغابة وتتخبى. وبعد ما تنزل يوني بتسمع ماري صوت جنب الباب، فبتلبس الفستان الأزرق وبتنزل لتحت. ولما بتشوفها إليزابيث بتفرح كتير، ولما بتسألها عن ميشا بتقلها إنه لسه عم يداوي جروح ليوني، فبتاخدها لحتى يتعشوا وبيكونوا حاطين لحوم بشر وعم يستنوا ماري لحتى تاكل. بس ماري بتقوم وبتهرب، ومن سوء حظها بيطلع بوشها ميشا وبيمسكها وبيربطوها وبيحطوها بالمذبحة وبيكون فيليب موجود فيها. وبعد فترة بيفوت لعندهم ميشا وبيقتل فيليب وبياخدوه لحتى ياكلوه. وبعد ما يطلع بتاخد ماري سكينة من ملابس فيليب وبتحرر حالها وبتطلع لبرا، وبتشوف مجموعة من المخطوفين وبيناتهم توم، وبصيروا يهلبوا من عائلة أكلي لحوم البشر. وبصير توم يتعارك مع مجموعة منهم، وبيكون في واحد رح يمسك ماري بس بيجي توم وبيضربه. وبتهرب ماري وبتركض على الغابة لحتى تدور على أختها، وبتتفاجأ لما تشوف إليزابيث وابنها ماسكين ليوني ومربطينها. فبتروح ماري لعندها وبتقلها إليزابيث إنه رح تاخد ليوني لتزوجها من ابنها، فبتعصب ماري كتير. ولما بتدير إليزابيث وشها بتضربها بالسكين وبتقتلها، وبتاخد أختها وبيهربوا وبيشوفوا توم وبيتجهوا للجبال، وبيلاقوا مكان يعدوا فيه وبيكون في قطرات من المي على أمل إنه يكملوا حياتهم بسلام. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.